أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير عذر؟ لا يجوز لمن كان داخل المسجد أن يخرج بعد الأذان من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولذلك ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل يخرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر قاهر، والعذر القاهر إما أن يكون في الشخص وإما أن يكون في غير الشخص. فالعذر الذي في الشخص أن يصيبه أن ينتقض وضوءه أو تصيبه نجاسة كرعاف كدم رعاف ونحو ذلك، فيجوز له أن يخرج لكي يميط الأذى عنه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه يضع يده على أنفه إذا أحدث